السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مازلنا مع وصفات العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ربي يحييكم من مثاله، وإن شاء الله سنين دايمة. وصفتنا لليوم هي الدهان الجربي. من الحاجات المشهورة بهم جزيرة جربة هو الدهان الجربي، يتخبى من العام للعام، من العيد للعيد. حاجة تصبر ونجم نطيبوا بيها برشا أكلات. اليوم كما تشوفوا معايا اخذيت 4 كيلو لحم بقري. على فكرة احنا الجرابة قبل ديما نذبحوا البقري، وحتى لتوا ثم عائلات يذبحوا البقري يضحوا عليه ولا يذبحوه قبل العيد ومن بعد يعودوا يذبحوا العلوش. توا مع غلاء الأسوام رجعنا نشرو طريف اللحم على قليلة، نعملوا قديدات الراس العام ولا نطيبوا بيهم في سائر الأيامات، ونعملوا شوية دهان يا اما نخبوهم نطيبوا بيهم. ومن عاداتنا في جزيرة جربة كيف يجينا حد يعيد علينا أيامات العيد نودوه بصحين دهان على قليلة يذوق من الحلام. الناس اللي ما تعرفش الدهان الجربي هو جديد، نقلوه في الزيت ونخبوه ديما يا إما في قزدرية مخصصة للدهان، ونخلوه على سير العام كل ناكلوا بيه نطيبوا بيه. نجموا نطيبوا بيه مسفوف تقلية بصلة بالدهان، نعملوا بيه عجة بالدهان، المسفوف زاد متاع الشتاء اللي بالحلاوة بالدهان. برشا أكلات نجم نطيبوهم بالدهان. توا كما تشوفوا خذيت اللحم قصيته، نبدأ نقصها بشوية قديدات. بالنسبة للجديد شوفوا كيفاش نشرحها من شيرة برك. نعمل على شكل مربعات مربعات، ما نشرحش من الشرتين. الواه ما نشرحش من الشرتين خاطر يتريش. يلزم زاد خشين الدهان ماهوش جويد. وشفت في برشا ولايات يعملوه جويد وكما شرائط هيك. لا احنا نعملوها جديدة كبيرة ونقسموها نشرحوها ونعملوا فيها مربعات مربعات ونخلوها خشينة. شوفوا كيفاش من تالي راني خليتها ماهوش مشرح، كانش من قدام نشرحها. وبنفس الطريقة نكمل نشرح 4 كيلو لحم. كما قلت لكم الجديدة يلزمها كبيرة وخشينة، ونشرحها من شيرة برك ونعملها على شكل مربعات. حبيت نذكركم باش تتبعوا النصائح الكل ويجيكم دهان السنة والعادة. على فكرة قبل كنا برشا نفرح بالدهان وتبدأ قزدرية معبية تبارك الله ما شاء الله. يبدو حتى اللي فيه مش كالهبرة برك، حتى اللي فيه العظام نسموهم القزاقز، يطعم برشا في الماكلة. نجم نعملوا بيهم صانصة بالدهان، جاري بالدهان، يطعم ما شاء الله بصراحة من أعز ما تاكل. الدنيا ولات غالية برشا، هيك علاش الناس مش معاش قادرين على شريان البقري. صحيح ثم عائلات يشتركوا في بقري مع بعضهم، أما بصراحة ياسر بقري يتكلف 8 ملايين، 10 ملايين، فوق 10 ملايين زادة ياسر. الدنيا غلط وما عادش تساعد. وتوا كملنا شرحت الجديدات الكل. شوفوا ما شاء الله كيفاش مريقلين منظمين. توا ناخذوا البزار اللي باش نبزروا بيه الجديد. بالنسبة للجديد الجربي راهو ما نعملوش فيه برشا حاجات، نعملوا فيه الملح والتبلة والكروية والكركم. ناخذوا صحفة ملح. بالنسبة للملح يلزم يكون الملح الرطب، ومع صحفة تبلو كروية مخلطين مع بعضهم، ونص صحفة كركم نخلطهم بالقدا مع بعضهم. وعلى فكرة الدهان والجديد يساعد فصل الشتاء خير. فصل الصيف تبدأ سخانة برشا وينجم يفسد خاطر يجي الذبان الأخضر. مشكلة فيه ديما الشتاء يبدأ رواح ويجي الجديد ما شاء الله فهو خير بصراحة. كان تخافوا من معناها انه يفسد، مثالش دهنوه بشوية زيت زيتونة قبل ما تنشروه. توا ناخذ بالجديدة نبدأ نحط في هيك المربعات اللي عملتهم. يلزم يكون يدخل البزار لكل بلاصة، يلزمها تفوح الجديدة بالقدا باش تجي فاوحة. وعادي ما تخافوش من الملح خاطر من بعد باش ننقوه شوية في الماء قبل ما نحطها في الزيت.
ما يقلقش، راهو عادي كان جاي مالح ما يقلقش. وقت نكملوا الجديدات الكل بالبزار نزيد نصب عليهم هاك الملح اللي فضل ونخلطوهم بالقدا ونخلوهم يرتاحوا. مش برشا، ما نبيتوهمش ليلة كاملة، نخلوهم يرتاحوا هكاك 6 سوايع حتى 4 سوايع عادي. ومن بعد ننشروهم. يلزم بلاصة فيها الشمس وتجيها زيادة الظل من بعد، مستروحة شوية، فيراندا، فستحوش، على كيفكم، المهم يجيها شوية الرواح. شوفوا كيفاش الجديدات ما شاء الله نشرتهم فوق الشريطة. نخليهم نهارين 3 أيام حسب الطقس. كل مرة نتفقدهم، كل مرة نقلبهم، وحتى وين يشيحوا بالقداء. شوفوا ما شاء الله كيفاش شاحوا، نظاف، ما فيهم شريحة، ما فيهمش حاجة خايبة، ما شاء الله بهين. تنجموا تعملوهم الجديدات كل دهان، يقعد لكم تاكلوا بيه عام كامل، من العيد للعيد كما قلت لكم. شوفوا كيفاش الجديدة ما شاء الله لونها من داخل باهية مريقلة. بالنسبة لي أنا ما عملتاش كل دهان، عملت صحين برك دهان، وخليت الباقي جديدات. الواه نخليه الجديدة الخاطر احنا في راس العام الهجري في جربة راهو نعملوا برشا جديد، على خاطر نذوقوا بعضنا العائلة الكل. كل واحد يعطي صحين للعائلة باش يذوقوا من جديدنا ومن راس عامنا نقولوا. والله عندي فيديو متاع راس العام متاع منول، ان شاء الله يا ربي نهبطه لكم على قريب قبل راس العام باش تشوفوا عاداتنا وتقاليدنا. وان شاء الله يا ربي في راس العام متاع السنة ربي يحيينا بخير ان شاء الله وصحة وعافية، نصور لكم كيفاش الاجواء يا ربي. توا كملت قصيت طريفة الدهان، نحطهم في صحفة، نصب عليهم شوية ماء في سقية، ونخليهم يتنفخوا درجين 4 ساعة ما أكثرش. من بعد كما تشوفوا نستقطر الجديدات، نحيلهم الماء متاعهم بالكدا ونحطهم في طنجرة. قبل يا حسرة يطيبوا الدهان في النحاسة على حطب، مش لا على غاز لا حتى شيء، يجي فيه مطعم خير برشا. ما عاد شيء كما قبل، ما الحمد لله يا ربي قاعدين متشبثين بعاداتنا وتقاليدنا. كان في راس عام، كان في عيد، كان في عاشوراء، الحمد لله. ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعافية، وان شاء الله ربي يبارك الاهالينا اللي علمونا حاجات كما هكا ويلزمنا نعلموهم لصغارنا ان شاء الله. باهي توا في الدهان صبيت عليه زيت نباتي يلزم يغطي الكريكيشات متاع الدهان الكل، ونخليه على الغاز على نار متوسطة، نخلوه يطيب سلة سلة. هو من نصله ينقولوا له مسلي، حتى وين يطلع الكشكوشة ويحمر. ومن بعد نجمو ناكلوه بالخبز نطيبوه. شوفوا ما شاء الله كريكيشات الدهان مزينهم ومحلاهم. من المستحسن الدهان يكون فيه شوية شحم، يكون أحلى وخير، وكل واحد والذوق نتاعه. باهي توا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله. يا ربي تكون عجبتكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها. اكتبوا لي في كومنتاراتكم شنو تعملوا في العيد الكبير، العيد الإضحى. ان شاء الله ربي عيدة بالصحة والعافية على جميع المسلمين. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. الى اللقاء.